وزي ما كان متوقع، حركة الأفروسنتريك كان لازم تطور من طريقة انتشار فيروساتها، وطبعا ده من خلال المنصات الفاسدة. ظهور الشكل الأفريقي على شخصية كليوباترا من رابع المستحيلات، لأن كليوباترا كانت من أصول يونانية ولكن كانت بتحكم مصر. وحتى لو تغاضينا عن ظهور الشخصية بالشكل ده، فكامل طاقم العمل كلهم نفس القصة، واللي هم بيمثلوا شعب مصر. وده اللي يثبت لك إنه مش مجرد فيلم، ده فيروس بيحاول يمحي الهوية المصرية الأصلية. حركة الأفروسنتريك خلاص هجومها بقى مباشر على كل المجتمعات الشمال أفريقية، لتجريد المجتمعات دي من هويتها واحتلالها ديموغرافيا وثقافيا. أنا بناشد كل المشتركين في المنصة دي بإن هم يلغوا اشتراكهم، وده علشان تحمي نفسك من السموم المبثوثة اللي بتوصل لأسرتك من خلال فلوسك اللي انت بتدفعها لهم. ومن قلب المملكة المصرية، شبابها وأولادها الواعيين قادرين يرضعوا أي شبهات من أي حركات غربية أو أي فئات معدومة الهوية.